بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل في الفيديو إزاي نعمل مع بعض شنطة بناتي جميلة جدا وسهلة للمبتدئين. هنستخدم معاها خيط مكرمية فرنساوي وهنستخدم معاها إبر مقاس 3. الشنطة دي بتعتمد على الغرزة واحدة، بتعتمد على التكرار غرزة النص عمود. هنشرحها في الفيديو، شرحناها قبل كده. هبقى اسيب لكم لينك فيديو بتاع نص العمود في صندوق الوصف. اتمنى لكم ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتقدروا ان انتوا تنفذوها، واتمنى ان انتوا تكتبوا رايكم في التعليقات، واسيبكم مع الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الخيط اللي هنستخدمه مع بعض خيط مكرميه فرنساوي، طبعا فتلته رفيعه، فاحنا هنستخدمه على فتلتين. هنشتغل الشنطه بتاعتنا على فتلتين. هنستخدم معايا ابره مقاس 3. في البدايه هعمل عقده البدايه كده في بدايه الشغل، وهشتغل 12 سلسله. اشتغلت 12 غرزة سلسلة. هرجع نص عمود للاخر لاول ما ابتديت هنا، فهرجع نص عمود نص عمود، يعني هلف الخيط على الابرة وهرجع كده الغرزة اللي قبليها اشتغل فيها نص عمود. هيبقى معايا 3 حلقات على الابرة، اخرج منهم مرة واحدة، لف الخيط وعلى الغرزة اللي بعديها هيبقى معايا 3 حلقات على الابرة، اخرج منهم مرة واحدة. دي اسمها نص عمود. في كل غرزة هشتغل غرزة نص عمود. هنا في اخر غرزة هشتغل فيها 4 نص عمود. انا فضلت اشتغل غرزة نص عمود في كل غرزة غرزة نص عمود لحد ما وصلت هنا لاخر غرزة معانا، هشتغل فيها 4 نص عمود في غرزة واحدة كده. 1 2 3 4. وبعدين هشد الخيط بتاعي علشان اضيق الغرزة بتاعتي. شايفين انا اشتغلت هنا 4 نص عمود علشان تديني القفر دوت او التانية دي. بعد كده هكمل في كل غرزة غرزة نص عمود عادي جدا. في كل غرزة غرزة نص عمود لحد ما اوصل هنا مكان البداية هنا. طبعا بناخد معانا خيط البداية عشان ننظف شغلنا اول باول زي ما اتعودنا. السطر الجديد هرتفع سلسلة والف الشغل، وهشتغل في كل غرزة غرزة نص عمود لحد ما اوصل للتزايد اللي احنا عملناه السطر اللي فات، اللي هما ال4 غرز نص عمود اللي عملناهم في مكان واحد. في كل غرزة غرزة نص عمود لحد ما اوصل للتزايد بتاعي. بصوا هنا كده وصلنا لغرز التزايد. انا عملت هنا 4 غرز تزايد، فانا هعمل في كل غرزة غرزتين نص عمود، يعني هشتغل تزايد في كل غرزة غرزتين نص عمود كده. انا عملت هنا تزايد. الغرزة اللي بعديها هشتغل فيها 2 نص عمود،
والغرزة التالتة بتاعة التزايد هشتغل فيها 2 نص عمود في مكان واحد في نفس الغرزة. رابع غرزة معانا هشتغل فيها 2 نص عمود. بعد كده هكمل في كل غرزة غرزة نص عمود لحد الاخر. السطر الجديد هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل في كل غرزة غرزة نص عمود لحد ما اوصل للتزايد بتاعي. في كل غرزة غرزة نص عمود واحدة بس. هنا وصلت هنا اهو للتزايد. تمام. في اول غرزة من التزايد هشتغل اول غرزة هشتغل فيها 2 نص عمود في نفس الغرزة. ادي 1 نص عمود وفي نفس المكان هشتغل نص عمود تاني، يبقى انا اشتغلت 2 نص عمود. الغرزة اللي بعديها هشتغل نص عمود، اللي بعديها هشتغل 2 نص عمود في نفس المكان. الغرزة اللي بعديها هشتغل فيها نص عمود، واللي وراها هشتغل فيها 2 نص عمود. خدي بالك وانت بتشتغلي، شوفي انت خلصت التزايد ولا لا. احنا اشتغلنا 2 نص عمود، يبقى هنشتغل في اللي بعديها هنا نص عمود. فاضل معايا غرزة في التزايد هنا هعملها 2 نص عمود. يبقى احنا كده خلصنا غرزة التزايد. كنا بنشتغل في غرزة التزايد غرزة 2 نص عمود وغرزة نص عمود، الغرزة 2 نص عمود وغرزة نص عمود. بعد كده لما تخلصي غرزة التزايد هتكملي في كل غرزة غرزة نص عمود لحد ما توصلي للآخر. السطر الجديد هرتفع نص عمود والف الشغل وهشتغل في كل غرزة نص عمود لحد ما اوصل للتزايد اللي احنا اشتغلناه. وصلت هنا لغرز التزايد. فاول غرزة هعملها معايا هعمل 2 نص عمود في نفس المكان. بعد كده الغرزة اللي بعديها هشتغل نص عمود واحدة بس، والغرزة اللي بعديها هشتغل نص عمود واحدة بس، واللي بعديها هشتغل فيها 2 عمود، واللي بعدها هشتغل فيها نص عمود، واللي بعدها نص عمود، والغرزة اللي وراها 2 نص عمود، اللي بعديها نص عمود واحدة، واللي بعديها نص عمود. لسه غرزة التزايد مخلصناهاش. اخر غرزة معانا هنا اهي هنشتغل فيها 2 نص عمود. يبقى غرزة التزايد كنا بنشتغل فيها غرزة 2 نص عمود وغرزتين كل واحدة فيهم نص عمود. بعد كده بعد ما بتخلصي غرزة التزايد هتكملي نص عمود لحد ما توصلي هنا. فهتكملي في في كل غرزة غرزة نص عمود لحد ما توصلي هنا لمكان البداية.
السطر الجديد هشتغله هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل في كل غرزة نص عمود لحد ما اوصل هنا للتزايد. خدي بالك السطر اللي فات كنت بتشتغلي واحدة تزايد يعني 2 نص عمود، وبعد كده واحدة فردي يعني فيها نص عمود واحدة بس، واللي بعدها نص عمود واحدة بس، يعني كنا بنشتغل 2 فردي وواحدة تزايد. السطر ده هنشتغل 3 فردي وواحدة تزايد، وهتفضلي ترتفعي بالاسطر لحد ما توصلي لحجم الكفر بتاع الشنطة اللي انت محتاجاه. كل ما انت عايزة حجم اكبر كل ما هتكبري في الكفر، فكل ما هتكبري في السطور. يعني السطر الجديد اللي جاي ده هشتغل 3 فردي وواحدة تزايد، اللي بعديها 4 فردي وواحدة تزايد، واللي بعده 5 فردي وواحدة تزايد، فهفضل اشتغل لحد ما اوصل لمقاس الكفر اللي انا محتاجاه. في كل غرزة نص عمود لحد ما اوصل للتزايد، والتزايد هيكون فيه الشغل كله اللي انا هشتغل فيه في كل سطور. في كل سطر بزود غرز التزايد. السطر اللي فات كنت بشتغل غرزتين فردي، السطر ده هشتغل 3 غرز فردي وواحدة تزايد. هنا وصلت اهو للتزايد. هشتغل اول غرزة فيها 2 نص عمود، وبعد كده اللي بعديها نص عمود، واللي بعدها نص عمود، واللي بعدها نص عمود. يبقى كده اشتغلت 3 فردي، هشتغل واحدة تزايد و3 فردي وهكمل للاخر التزايد، وبعد كده هكمل في كل غرزة عمود، وهفضل اشتغل بالطريقة دي لحد ما اوصل لكفر الشنطة اللي انا محتاجاه. خلاص خلصنا شغل ومش هنرتفع سطور تاني. السطر الاخير مهما كنتي هترتفعي سطور او هتعملي جسم الشنطة بحجم اكبر، السطر الاخير هتشتغليه زي ما انا هشتغله كده. هترتفعي سلسلة وهتلفي الشغل بتاعك، وهتشتغلي في كل غرزة حشو، هتلفي عليها كلها غرزة حشو. كل غرزة حشو هتفضلي تلفي عليها كلها غرز حشو كده، هتمشي عليها كلها غرز حشو، وهتيجي من هنا برضو هتيجي كده غرز حشو لحد ما توصلي لاول غرزة ارتفعتيها في الحشو. بصوا هنا انا هنا وصلت، عشان بس حابه ان انا اوضح لكم الفكره اكتر. طبعا انا مشيت عليها كلها غرز حشو، هنا كمان هنمشي عليها غرز حشو لحد ما توصلي لاول غرزة ارتفعتيها، عشان تكون المسألة بس معاكي واضحة. بصي وانتي بتشتغلي كده هتلاقي الغرز واضحة معاكي في الخط المستقيم بتاعنا ده. اي غرزة قدامك هتدخلي تعملي فيها غرزة حشو. عشان تديني المنظر ده كده. احنا خلصنا الجسم بتاع الشنطة، عملنا 2 ابتديناهم بغرزة 12 سلسلة، وفضلنا نلف عليهم ونزود في جنب واحد من الغرز زي ما احنا شفنا مع بعض. بصوا هنعمل جنبين قد بعض، هنبتديهم ب 12 غرزة سلسلة. دي هتبقى جسم الشنطة. هنعمل واحدة كبيرة كمان نفس عدد الأسطر، يعني نفس العرض بتاعها زي ما انتوا شايفين كده، ولكن بتكون طويلة عنها شوية لان ده هيبقى الكفر. يعني دي انا جسم الشنطة انا ابتديتها ب 12 سلسلة، لكن الكفر بتاع الشنطة هبتديه 16 سلسلة، وبعدين همشي زي ما مشيت جسم الشنطة بالظبط، وهزود من ناحية واحدة هنا اول سطر 4 غرز في غرزة واحدة، وتاني سطر في كل غرزة غرزتين، والتالت سطر غرزتين وغرزة، وهكذا زي ما انتوا شفتوا معايا في الفيديو. بصوا نفس العرض بتاع جسم الشنطة، ولكن طويل شوية عن الشنطة لان ده هيبقى الكفر بتاع الشنطة، هيبقى كده الكفر بتاعها. تعالوا بقى نعمل مع بعض الجناب بتاعة الشنطة. الجناب نفسها نشتغلها مع بعض. لو انت حابة ان الشنطة تكون عريضة شوية هتزودي في عدد الغرز،
لو انت حابة ان الشنطة تكون يعني مش عريضة، رفيعة شوية، لان انا عاملاها البنوتة صغيرة، فانا هبتدي ب7 سلاسل. هعمل عقدة البداية وهشتغل 7 سلاسل، سبع سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. بعد ما اشتغلت 7 سلاسل هلف الابرة كده وهدخل في الغرزة اللي قبليها واعمل حشو، واللي قبلها واللي بعدها اسفة اعمل حشو، والغرزة اللي بعدها هعمل حشو. هشتغل في كل غرزة غرزة حشو. بالطريقة دي. بعد كده هرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي وهرجع حشو. كل غرزة غرزة حشو. واخر غرزة معانا عرض الشنطة هيكون بالطريقة دي، كويسة اوي ومناسبة معانا. لو انت حابة ان انت تخلي الجنب بتاع الشنطة عريض شوية بتزودي في الغرز، يعني بدل ما تبتدي ب7 غرز تبتدي ب10 غرز او 9 غرز على حسب ما انت عايزة الحجم بتاع الجنب بتاع الشنطة. هنمشي بنفس الطريقة، هرتفع سلسلة في كل سطر وهلف الشغل بتاعي وهشتغل في كل غرزة غرزة حشو لحد ما اوصل لطول الجنب المناسب للشنطة اللي انت بتشتغليها. يعني بمعنى اصح انا هشتغل الجنب بتاعي المقاس ده كله هقيسه بالمتر، مهما كانت عدد الغرز بتاعتك هتقيسيها كده بالمتر كده، تلفي على الشنطة كلها. يعني انا هشتغل 58 سنتي، هشتغل الطول بتاع الجنب بتاع الشنطة 58 سنتي. هفضل اشتغل لحد ما اوصل للمقاس المناسب ونرجع مع بعض نركب الجنب بتاع الشنطة. هنا هنشبك الجنب بعد ما خلصناه. هنيجي هنا في اخر غرزة احنا عملناها وهنشبك فيها الجنب. نسحب الخيط بالطريقة دي. هناخد خيط الشغل معانا عشان ننضف اول باول شغلنا. بعد كده في كل غرزة هتقابلنا هنشتغل فيها غرزة منزلقة، اسفة جدا، غرزة حشو. اللي بعديها برضو في الغرزة المقابلة ليها غرزة حشو. في كل غرزة هتقابلني مع الغرزة المقابلة ليها هنشتغل غرزة حشو بالطريقة دي. هنلف على الجنب كله وهنلف معاه الشغل ده كده برضو لحد ما نخلص الجنب كله بتاعنا. هنا شبكت الجزء الاول زي ما انتم شايفين كده. هنشبك الجزء التاني بتاع الشنطة علشان نقفلها. هنقفلها بغرز الحشو. هنيجي هنا في اخر غرزة معانا واخر غرزة هنا وهنوصل الخيط كده
وناخد معانا خيط البداية كده علشان ننضف شغلنا اول باول، وهنعمل غرزة حشو. بعد كده في كل غرزة اللي يقابلها بالمقابل ليها غرز حشو، اللي بعديها الغرزة اللي هنا في الجنب، والغرزة اللي في جنب الشنطة اللي قدامها كده نعمل غرز حشو. هكمل الاخر غرز حشو، هشبك الجنب بتاع الشنطة وبعدين نرجع عشان نعمل الايد بتاعة الشنطة ونشبك الكفر بتاعنا. هنا خلصت الجناب اهو زي ما انتم شايفين كده، شبكتها تمام. القلاب بتاعها هنشبكه بالخيط والابرة العاديين، هنخيطه من هنا كده بالخيط والابرة العاديين، وبعد كده هنخيط المغناطيس بتاعنا. هتثبتي هنا بالخيط والابرة العاديين برضو، وقصادها هنا كده دي هنا ودي هنا، وهتخيطي بالخيط والابرة العاديين. وبعد كده هنعمل الايد والتزيين بتاعنا اللي هنعمله هنا، فانا هشبك دول بالخيط والابرة العاديين وهنرجع مع بعض تاني نظبطها كده بس. هنركب حلقتين سهلة الفتح في الجنب بتاع الشنطة علشان لما نيجي نركب الايد نعمل بقى ايد الشنطة. شايفين الجنش ده؟ هنجيب الخيط بتاعنا وادخل منه كده الخيط واسحب الخيط، ادخل فيه الابرة، هسحب الخيط بتاعي وارتفع سلسلة. بعد كده هعمل داخل الجنش ده 5 غرز حشو، دي 1 2 3 4 5. بعد كده بعد ما عملت 5 غرز حشو هرتفع سلسلة والف الشغل بتاعي وارجع في كل سلسلة غرزة حشو من النهاية. طبعا ما تنسيش السلسلة اللي انت بدأتيها اللي سحبتي منها الخيط. هرتفع سلسلة والف الشغل وارجع حشو، وهفضل ماشية بالنظام ده لحد ما اوصل لطول ايد الشنطة اللي انا محتاجاها. خلصت ايد الشنطة، خلصت الطول اللي انا محتاجاه علشان اركب الجنش التاني. هنا خلاص اخر سطر اشتغلته، هركب فيه الجنش الناحية التانية وهسحب الخيط واعمل غرزة حشو. بعد كده هدخل الغرزة بس هيكون معايا الجنش كده، واسحب الخيط واعمل حشو.
ادخل الغرزة اللي بعديها وفي الجنش واسحب واعمل حشو. الطريقة دي كده. اخر غرزة اهي. بقى معايا ركب معايا الجنش الناحية التانية كده. هقص الخيط وانضفه ونركبه في الشنطة. نعمل الفيونكة اللي هنحطها على الكفر. هعمل كده الدايرة السحرية، ولو مش هتقدري تعملي الدايرة السحرية ممكن تبتدي ب4 غرز سلاسل. بعد كده عملت الدايرة السحرية، هخلي الطرف الصغير في ايدي وهشتغل على الطرف الكبير. بعد كده هشتغل هرتفع سلسلة وهشتغل جوه الدايرة دي، هشتغل فيها 12 حشو بارتفاع السلسلة، يبقى هنشتغل 11 حشو كده. 2 3 4. عملت ال 12 غرزة حشو. هنيجي هنا هندخل هنقفل بالمنزلقة في اول غرزة سلسلة ارتفاع، ولكن مش هنسحب الخيط، هنسحب لون تاني. ناخد بدايات الخيط معانا عشان يكون شغلنا نظيف. هرتفع 8 غرز. 1 2 3 4 5 6 7 8. ارتفعت 8 غرز. هسيب اول غرزة وتاني غرزة هدخل اعمل فيها نص عمود. بعد كده اللي بعدها نص عمود. بعد كده اللي بعدها عمود. وبعد كده عمود. بعد كده نص عمود في اخر غرزة معايا، لان غرزة اول غرزة دي انا مش بشتغلها، بقت معايا بالطريقة دي. بعد كده هنزل على السطر، هعمل منزلقة في الغرزة اللي على السطر بعديها دي، هعمل فيها منزلقة وهاخد معايا الخيط بتاع البداية علشان نكون شغل نضيف اول باول. بالطريقة دي كده اهي. عملت منزلقة. هرتفع 8 سلاسل. 2 3 4 5 6 7 8. هسيب اللي قبلها وهروح للي قبلها دي اعمل فيها نص عمود، واللي بعدها نص عمود، واللي بعدها عمود، بعد كده عمود، بعد كده نص عمود. بعد كده هنزل على السطر واعمل في الغرزة اللي بعديها دي منزلقة، واكرر نفس الشغل ده. ارتفع 8 سلاسل وهرجع نص عمود نص عمود عمود عمود، وهكرر تاني زي ما انت شايفه كده لحد ما اخلصها كلها. هنا خلصت الوردة. هشبكها بالخيط والابرة العاديين جدا فوق المغناطيس بتاعي ده، واخيطها واظبطها كده بالخيط والابرة. وبكده تكون الشنطة خلصت معانا. ركبت لها الايد زي ما انتم شايفين، وركبت لها الوردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.